ايه اخباركم؟ ابي احمد بيهدد مصر ان المنطقه هيكون مصيرها زي مصير غزه. هنتكلم في الموضوع ده كتير قوي. كمان بيفتخر بالسلاح الصيني امام مصر. برضو هكلمكم في الموضوع ده لانه ليه ارتباط بمواضيع كلمتك فيها قبل كده. بس قبل ما اتكلم في الكلام ده هوريكم بقى مصر الهدوء، مصر الدولة، مصر لما تحب تسوي حد على نار هادية بتعمل ايه. بس الاول اعملوا اعجاب على الفيديو وشاركوه. تعالوا نبدأ مع بعض على طول. بداية كده الرئيس السيسي بقاله فترة كبيرة ما بيتكلمش عن سد النهضة، ظهوره بقى قليل، ظهر وبدأ يتكلم وقال كلام قليل. الراجل قال لك انا وجودي في الصومال يا جماعة ملوش علاقة بأثيوبيا خالص، والصومال دولة بقالها 30 سنة في مشاكل والناس عندهم حروب أهلية وبهدلة، فأنا بساند دولة الصومال. أثيوبيا ملهاش علاقة بالموضوع، تدخلوا ليه؟ حد يجي جنبك؟ بخصوص بقى سد النهضة، وخلي بالك من كل حرف بيقوله الرئيس الله يخليك لأنه مهم. قال لك احنا بنحضر جلسات، بنتحرك سياسيا ودبلوماسيا وحاجات تانية بين قوسين علشان ما يجيلناش اي شر من سد النهضة. حاجات تانية، خلي بالك من حاجات تانية. لكن بقى وزير الخارجية المصري قبليها قال حاجة ممكن تسمعها كويس معايا وتركز فيها قوي لو سمحت. الوزير بدر عبد العاطي قال مفيش مفاوضات خلاص، مصر وقفت المفاوضات في ديسمبر 2023. ليه؟ قال لك احنا بقالنا 13 سنة بنتفاوض واثيوبيا كل اللي بتعمله بتضيع وقت وبتضرب بالقانون الدولي ظهر الحائط، وكمان خلفت كل حاجة، اعلان المبادئ، البيان الرئاسي اللي جه من مجلس الامن، كل حاجة ما سابتش حاجة غير وخلفتها. ومش بس كده، الراجل قال لك مصر هتفضل تراقب تطورات ملء وتشغيل سد النهضة عن قرب. خلي بالك معايا، الرئيس السيسي قال لك انا رايح الصومال مش عشان خاطر اثيوبيا، مالهاش دعوه اثيوبيا. وزير الخارجيه بيقول لك هنراقب تطورات سد النهضه عن قرب. واخد بالك يا ابو احمد؟ واخد بالك معايا؟ مش بس كده بقى، عايزك تركز في الجمله دي كويس قوي اللي هقولها لك. الوزير عبد العاطي بيقول مخطئ اللي يفتكر ان مصر هتغض الطرف او تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها. وانا بقى بقول لك يا ابي احمد اتعلم وانظر حواليك وشوف الناس ازاي بتتحرك لما واحد زي اردوغان اللي اقوى منك 1000 مرة وقف قدام مارد وعرف ان مفيش حل غير ان انا اقعد معاه واتفاوض معاه وانزل من البرج العالي لتحت علشان اعرف اتعامل معاه، الا هيكون مصيرك زي واحد تاني كان متكبر وفاكر نفسه قوة وهو مش قوة ولا حاجة. يوم ما وقف قدام قوة كانت النتيجة ايه؟ انهيار. ابي احمد ركز معايا كويس، عندك طريقين، طريق تتراجع فيه وتتعاون زي اللي فكر وعرف ان هو ما يقدرش يقف قدام المارد، طريق تاني هتضطر في نهايته تكتب وصيتك. مع ان للأسف لحد الآن ماشي أبي أحمد في طريق الظلام، مصمم يكمل. موقع أمهرة نيوز نقل عن مصادر ان أبي أحمد في اجتماع مغلق للحزب بتاعه قال ان مصير إريتريا اللي بتتقرب لمصر هيكون مصير غزة لو دخلت حرب مع اثيوبيا. يا راجل دي اريتريا دي بهدلتكم سنين، اريتريا دي دمرت اثيوبيا سنين. انت قادر على الناس اللي عندك لما تحارب اريتريا وهي كمان قريبه من مصر وتخليها زي غزه؟ ازاي يعني؟ بأمارة ايه؟ طب انت ايه اللي مقوي قلبك؟ انا عارف اعتقادك ان انت حليف للصين. هنا بقى عايز اقف معاكم ونتكلم عن كلام قلناه قبل كده ونفهم كويس ايه اللي بيحصل. في حلقات قبل كده كلمتك عن انجلترا وامريكا
قلت لك انا عارف كويس ان انت ما بتحبش انجلترا وامريكا، وان انجلترا وامريكا بتقف قدام مصر في امور كتيره، بس لازم تفهم في السياسه مش دايما كل الوقت بيكونوا ضدك، لا، في اوقات بيكونوا معاك، وده حصل. مبدئيا انجلترا تاريخيا هي اللي جابت حقوق نهر النيل من خلال اتفاقيات مع دول افريقيه، وده حصل وموجود في التاريخ وقت ما كانت محتله المنطقه. ثانيا امريكا بتديك صواريخ كانت السبب في ان روسيا تتعب في حرب اوكرانيا في التوقيت ده، وبكم ضخم، بمليار الا ربع دولار. يعني انت بتتكلم عن مبلغ ضخم وعدد صواريخ ضخمه جدا على الكتف ممكن توقع طياره. طب ايه السبب؟ ليه بيحصل ده الايام دي؟ هقول لك. قلت لك قبل كده ان اثيوبيا هي البوابه الضخمه اللي دخلت منها دوله الصين وهيمنت على كل افريقيا، وده سبب مشكله كبيره جدا لامريكا وانجلترا، ومش ناسين الكلام ده. وقلت لك ان اثيوبيا حليف للصين زي ما مصر حليف لامريكا، وده حقيقه متحاولش تنكرها، وافهم اللي جاي. طيب عندك دلوقتي حليف وبوابه ضخمه للصين، وده تعب جدا امريكا وانجلترا، وامريكا وانجلترا حاليا بيخشوا على افريقيا بقوه وبيحاولوا ياخدوا كل مكان خدته الصين منهم، وبالفعل قدروا يغيروا دول كتيره في افريقيا. طيب الحليف ده اللي اسمه اثيوبيا واقف قدام حليفنا اللي اسمه مصر. العقل بيقول لك ايه؟ العقل بيقول لك ان اكيد امريكا وانجلترا هيكونوا مع مصر، وده شفناه من الرئيس الامريكي لما قال لك مصر هتضرب سد النهضه، وشفناه في التغيير الكبير جدا اللي بيحصل دلوقتي. مصر موجوده في الصومال، امريكا بتدفع كل مستحقات مصر، امريكا بتدي اسلحه ضخمه لمصر، كل ده بيحصل الفتره دي. لكن تعالى بقى نشوف الصين بتعمل ايه مع اثيوبيا من ناحيه التسليح عشان نفهم الامور كويس. ابي احمد حاول يستعرض قوته، فعمل ايه؟ عمل عرض لناقلات جنود مدرعه صينيه من طراز WZ 551 المزوده بمدافع هاوتزر السوفيتيه من طراز D30. اثيوبيا كمان اشترت 32 مدفع هاوتزر صيني بسعر الواحد 2 مليون دولار، وكمان عندها انظمه اطلاق الصواريخ المتعدده الصينيه وانظمه المدفعيه الصاروخيه الموجهه من طراز A200، والصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز M20. مدى الأسلحة دي بيتراوح من 150 كيلو ل 300 كيلو. الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز M20 دي صواريخ صينية مصممة على غرار الصواريخ الروسية اسكندر، وبيتم طرحها كبديل ليها. مدى الصاروخ الأقصى 280 كيلو متر، وبيقدر يحمل راس حربية بوزن 480 كيلو. ده غير كمية من الطيارات المسيرة التركية، وكمان مقاتلات روسية جات لهم في يناير اللي فات. السؤال بقى، هل دي أسلحة تقدر تقف قدام قوة مصر؟ أكيد لا. هل الصين تقدر تدي لأثيوبيا أسلحة أقوى من كده؟ لا. ليه؟ ميزانية مصر المعلنة هي أكبر من كده بكتير، 10 مليار دولار للجيش للتسليح في السنة. ميزانية اثيوبيا نص مليار ومش قادرة عليها. فمفيش اي مقارنة بين قوة مصر وقوة اثيوبيا. وانتوا عارفين كويس ان روسيا والصين في النهاية مش السند ابدا في اي حرب. مصر اصلا مش محتاجة سند، مصر عندها قوة جيش قد قوة اثيوبيا 20 ضعف واكتر. هم لو خدوا سند هيبقى سند بسيط جدا. هنا بقى هنروح للجارديان، والخبير اسمه هاري فيرهوفن، خبير في البنية التحتية. قال للجارديان ايه؟ قال لك ان اثيوبيا بتحاول تاخد مينا فين؟ في ارض الصومال. ليه؟ علشان ترجع قوة بحرية مرة اخرى. طب ازاي قوة بحرية؟ هي عايزة مينا اقتصادي والكلام ده؟ قال لك لا خالص، ده عايزة مينا ويكون عندها قوة بحرية مسلحة، ويكون ليها السيادة على المينا